اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها أيام سعيدة وخير كده على الجميع. ربنا يهدي الحال كده، وربنا يرخي الأسعار، وربنا يسترها على الجميع كده يا رب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. ربنا يا رب كده يعود على الجميع بالخير. اللهم صل على النبي. دي بقى عاداتنا وتقاليدنا. اللي يعمل رجاج مغرج، اللي يعمل كسكسي وبط محشي ولحمه. لازم المواسم ديت عندنا في الأرياف، لازم الحاجات اللي بنقول لكم عليها كده. فأنا قلت ايه، نعمل شوية كسكسي كده وشوية وبطاية كده حلوة. اللهم صل على النبي بالجمال والحلاوة اللي انتم شايفينها دي معايا. شايفين لون الكسكسي ايه، وشايفين شكله ايه. يلا حبايبي كده اسمعوا الفيديو للآخر. لايك كده جميل لهناء وتعليق جميل. ربنا يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي، والقناة تكبر بيكم بإذن الله. المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة. معانا ايه؟ معانا دقيق ومية وملح، مش اكتر من كده. دي مكوناتنا. اللهم صل على النبي. بنجيب كمية الدقيق اللي انت عايزة تعمليه. انا مكترة عشان احنا مش على طول بنعمل الكسكسي. ما حطيت كيس في الفريزر ماشي. اديت حبايبي بنفرج كده على حبايبي منه، عشان هم لما بيعملوا كمان بيجيبوا لي. ديت عاداتنا ودي تقاليدنا. اللهم صل على النبي. بدأنا كده، حطينا الملح على الدقيق وقلبته فيه، ورجعت تاني بايديا مية حبة بحبة. هتعملي كمية صغيرة. انا عامله حوالي 5 كيلو من الدقيق. دول 5 كيلو من الدقيق هياخدوا حوالي 3 مجات بتوع الشاي ميه. 3 مجات بتوع الشاي ميه. طيب انت لو هتعملي 2 كيلو هتحط لهم ميه قد ايه؟ ال2 كيلو دول هتحطي مج ونص. ما تخلي معاكي كده مجين 2 ميه. انزلي بالمج الاولاني مره واحده، والمج التاني ابدأي بيه شويه شويه لحد ما تشوفي العجينه بقت زي الدقيق ده بقى عامل زي حبايات الرمل. زي ما هتشوفي معايا كده. اهم حاجه في الموضوع انك تبسي الكسكسو زي ما انت شايفه بايديا كده، بايديا الاثنين. الايد اللي فيها الميه اللي بنرش بها ميه طبعا بتعمل من الدقيق. فتاخدي بايديك الاثنين كده وتبداي. احنا بنسميه عندنا في الفلاحين بنقول برم الكسكسو. لازم نبرمه جميل زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه البرمه دي. البرمه ديت بتخلي الدقيقه تشرب معاكي من الميه، تبقى عامله زي حبايه الرمل كده. انا حطيت كميه من الميه، وهنبدا نبرمها زي ما انتم شايفين معايا من كل الجهات كده، ونقلب من الطبق ومن تحت ومن فوق. نغلف حبايه الدقيق كلها بشويه الميه اللي انا حطيته. اللهم صل على النبي كده زي ما انتم شايفين. شفتوا لون الكسكسي في الاول؟ ده اساسه التسويه الصح. تابعوا الفيديو للاخر وشوفوا تسويه الكسكسي. وفي ناس بتقول عليه تفتيل. اللهم صل على النبي. ولو بقى ليه اسامي تانية عندكم اكتبوا لي في التعليقات اسمه زي عندنا ولا عندكم اسامي تانية. هنبدأ نجرب الكاميرا عشان تشوفوا اللقطة الأخرانية للشكل النهائي، عشان كلنا نعمل زيه. زي ما قلت لك، الناس اللي هتقول انت عامله كميه كبيره اعملي 2 كيلو دقيق، هياخدوا منك حوالي مجين الا ربع ميه. مجين بمج الشاي. تنزلي بيهم واحده واحده لحد ما العجينه تبقى عامله زي حبات الرمل زي ما انت شايفاها معاكي كده. شايفين؟ كل ما تبرمي في الدقيق تلاقي لونه غير معاكي، وبقى قلب من اللون الابيض للون الاصفر هادي شويه كده. على ما نسويه بالتسويه اللي هنسويها لكم تسويه صح، هتاخدي اللون الاساسي اللي كنت شايفاه معايا في اول الفيديو، اللون الاصفر الجميل ده. احنا عندنا بناكل الكسكسي ده بايه؟ باللحمه والشوربه. فيه ناس بتعمله بالسكر. زي ما انتوا عايزين بقى اعملوا. السكر هو نفس الطريقه، نفس المكونات ونفس زي ما انتوا شايفين بنعمل بدايه. وزودت كمان حبه ميه تاني اهو. ليه؟ كل ما تلاقي فيه حبايات دقيق تلاقي لون الدقيق لسه صادع معاك وابيض، ضيفي شويه ميه. تضيفي شويه ميه تاني وتبداي برضو ايه تشتغلي كده زي ما انت شايفه. زي ما نقول لك بنبرم الكسكسي اسمه بارم. لازم تحطي ايديك الاتنين على بعض وتدعكي كده لحد ما حبات الدقيق كلها تتغرق بالايه؟ بالميه. طيب السكر هي نفس الطريقه، نفس طريقه العمايل ونفس طريقه التسويه. بس اللهم ان بتعملي. هنبقى نعمله لكم برضو ايه. انا كنت مستعجله النهارده عشان انزل لكم الفيديو. هنعمل لكم طبق منه وننزله لكم برضو في اي فيديو تاني. هو نفس العجين بس بنفس التسويه. بتاخدي طبق تحط عليه سكر بودره وترش عليه شويه مكسرات. وفي ناس بتزود عليه لبن حليب. فكل الطرق معاك اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. انا لو عملت شويه زي دول كده واخدت منهم حبه وكيست الباقي في رمضان باذن الله ينفع. هنبدا بقى نجيب الدياره وناخد اللي احنا برمناه ديت. خلينا شايفين لونه بقى معايا. حسيتي كده ان في ايه حتت كده زي ما انت شايفه معايا اهوت. ابداي شيلي منه شويه بشويه وعلى الديار. طب احنا هنا ما عندناش الدياره او الغربال اللي انت بتعملي بيه. مصفى. اي مصفى عندك اعملي بيه. هتنزليه منها هيبقى مية مية. في مصافي ستانلس، في مصافي بتبقى سلك. هتعملي حبه بحبه فيها وباذن الله تبقى زي الفل. شايفين بينزل من الدياره صلاه النبي كده زي الفل معايا. هنبدا بقى ناخد الكميه اللي معايا كلها بايديا كده بالدياره نبدا ننزلها. يلا حبايبي كده تعليق جميل لهناء وتشجيع كده منكم بتعليق. واللي بقى يشوفوا لي بقى طريقتكم عندكم بتعملوه ازاي، وكل واحده تقول لي على طريقه كده في التعليقات، وقولوا لي بتتابعوني منين. اللهم صل على النبي. كل ما تدعكي كده على الدياره ينزل بسرعه. قلنا اللي ما عندوش دياره يعمل ايه؟ باي مصفى موجوده عندك واعملي بيه.
خلاص كده ما شاء الله الكميه كلها اهي. نبدا كده ننزل بيها. الحبه اللي بتبقوا معانا دول بقى يا ولاد زمان كنا بنعمل بيهم ايه، عفوا، ده كده كده لازم هيبقى معاك شويه. الشطره بقى اللي تبقى معاه شويه صغيرين زي ما هتشوفوا معايا كده، كنا زمان بناخد الشويه دول نعمل بيهم ايه بقى، ما كناش بنرميهم. كان زمان ما كانش فيه الحلل اللي هي البخار دي. كنا بنحط مصفى على حله، اي حله عاديه عندنا، حله الالومنيا والمصفى الالومنيا الكبيره بتاعت زمان. كنا ناخد الشويه بقى اللي اتبقوا معايا دول نعمل فيهم إيه؟ نزود عليهم حبه ميه، نعملهم عجينه، ونمسك العجينه دي نبرمها زي الكحكه، ونعلق المصفى على الحله، وناخد داير الشريط كده انا كنت عاملاه في فيديو والله اول ما فتحت القناه دي، كنت عامله بالطريقه دي. نلف العجينه على حرف الحله والمصفى، نكتمها بحيث انها تكتم البخار فيها. كنا بنعمل كده زمان. الحبه اللي اتبقوا دول كنا ناخدهم نحط عليهم شويه ميه زياده، نعملهم عجينه ونفرمها كده طويله زي الكحكه، ونلفها على حرف الحله والمصفى. شايفين بقى هناء بقى معاه شويه صغيرين خالص اهم، ومش رحمهم برضو، نازله عليهم اهم. خلاص اللهم صل على النبي. شايفين الجمال والحلاوه بتاعتنا. طيب حطينا الحله بتاعتنا تبوخ. اول ما جبت الدياره حطيت الحله على النار وحطيت فيها تلتها ميه، حله البخار طبعا كلنا عندنا منها. اللي ما عندهاش لو هتجيب بتاعه جارتك او كده، اللهم صل على النبي، بتاعه نغم عندنا استلس. حباها في ايه، انها ما بتزرقش، كل ما تغلي الالمونيا بتزرق معاك، لكن دي تخلصي وهي زي الفل كده. عندي القماشه ديت شايلاها كده مخصوص، قمت الصبح غسلتها ونشفتها وحطيتها نظيفه. هي اي كانت مركونه نظيفه، بس طبعا بقالها فتره جامده فخفت يكون لها ريحه ولا حاجه. غسلتها دغري ونشفتها في الغساله. على ما خلصت الكسكسي كانت ناشفه. حطيت الكسكسي بتاعي كله في القماشه ديت، وعلى مصفة حله البخار، وهنبدا الحله بواخت معايا وبقت مية مية هيت. هنغطي عليها بالغطا الحله ما تطلع لي بخار، نشيل من عليها الغطا. طيب عملت ايه بقى تاني، حطيت سلقت كده بطه وفرخه، حطيتهم بقى البوكيه جرنيه بتاعهم زي ما احنا متعودين مع بعض، بصلايه وطماطمايه وجرن فلفل ولوري وحبان والحاجات الجميله اللي احنا بنحطها دي. اللهم صل على النبي. الحله بدات تبوخ، طلعت البواخ بتاعها كله زي ما انت شايفه كده. سكينه او مقصوصه اي حاجه بتعملي بيها، وابدأي فتحي فتحات فيه اهي. شايفين بنوريكم بقى شكله كده. التفتحات ديت بتعمل ايه، بتخلي الحله تبخر كلها، وتلاقي الحله كلها مستويه زي بعضها بالظبط. غطيت عليها تاني وسبتها. فتره التسويه المره الاولانيه ديت سيبها على قد ما تقدري، لو تقدري تسيبيها ساعه عشان انا عامله كميه. لو عملت نص الكميه سيبها ايه نص ساعه. اهم تسويه في الكسكسي اللي هي الرده الاولانيه ديت، لازم تغيبيه على النار. انا سبته ساعه ورجع بقى زي ما انتم شايفين معايا كده، بقى مية مية. بدأت بقى تجيبيه، لازم تعمليه والديارة كده والحاجة سخنة، نفس الديار أو نفس المصفى اللي انت عاملة بيها على الطبق اللي أنا برمى فيه، وحطيته كده على بعض. نبدأ بقى حبة بحبة وحلاوته وهو سخن، وابدأي نزلي كل من الديار. اه بنقول لهم بنقول للبيت البخار باين عندك، قالت اه يلا خليه يعمل لك يعمل لك حمام بخار. قلت والله ما انا ناقصه حمام بخار، انا كده مية مية اهو. اللهم صل على النبي. خلصت الكميه كلها والتنزيل من الدياره كده زي ما انتم شايفين. طبعا اول ما بتنزليه من على النار بيبقى سخن، فبايديك كده بالراحه بطبق، ابداي كسري كده بالطبق لحد ما يهوي معاك ويبقى حلو، ونزلي بايديك وما تسيبيش يبرد. لو شملت كده وقلت هنسيبه يبرد هيغلبك في النزول. شايفين يا ما شاء الله كده على الجمال، الله اكبر كده زي الفل. اللهم صل على النبي. دي المرحله الثالثه معايا. هنرده بقى، هترديه بايه، بلبن حليب وبشوربه. ايه اللي موجود عندك اعملي بيه، عندك شوربه اعملي بشوربه، عندك لبن حليب اعملي باللبن الحليب. انا بنعمل بالاتنين. اللهم صل على النبي. جبت كده شويه شوربه دسمه اهيت، وشويه لبن كده. اللبن كنت حاطاه في التلاجة. شايفين اللبن دي يا دوب بات في التلاجة من غير غليه ولا حاجه. شايفين الوش، عشان الناس اللي بتقول مش عارفه، عامله لكم فيديو لبن جميل هنزله لكم بكره، وكله بالميزان باذن الله. اللهم صل على النبي. نزلت كده باللبن وهنبدا نقلب. طيب يا هنا انت عامله برضو كميه، حطيت البولتين دول ايه، واحده شوربه وواحده حليب. لو عملت 2 كيلو حط عليهم واحده بس من دول، مطبقيه كده من تحت الطاق بالملامين، املاها حليب او شوربه، وانزلي بيها على الكسكسي، وابدأ ايه بايديك كده وشربيها فيه. بتخلي لك الكسكسي بتاعك طري، وفي نفس الوقت ريحته كده جميله ما شاء الله. كده اما حطيت اللبن كده وقلبت، تلاقي الريحه طالعه عليك كده يا صلاه النبي عليها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، زي الفل. خلاص بدأت ندعك كده بايديا، شربت اللبن كله. هنحط بقى شرب، كمان شوربه، ايوه كمان شوربه ديت اهم حاجه، اللي ما تخليش الكسكسي يزور معاكي. بتاكلي كده ما تزوريش، لو ما عندكش شوربه او اي حاجه ما بزورش، يبقى كده زي الفل. ليه؟ لان احنا طرناه بالحاجه اللي احنا حطيناها ديت، سواء شوربه او لبن. خلاص اللبن اتشرب معايا خالص، هننزل بالشوربه. شايفين انا واخده الدسامه بتاعت الشوربه، لميت الوش بتاعها كده مع شويه ايه، كبشتين 3 شوربه منها.
هنبدأ كده برضو نشربها وندعكها بايديا كده اهو زي ما انتم شايفين. قلبي كده وظبط الدنيا. هتحسي انت بالحاجة في ايديكي انها اتطرت معاكي خالص وبقت طرية. تبقى كده مية مية معاك. هنبدأ نعبيها تاني في المصفى بتاعتنا ونرفعها في الحلة. انا شلت الحلة اول ما شلتها من على النار، زودتها شوية مية وغطيتها قلت تغلي تاني. هنيجي بقى معبيها كله في المصفى في نفس حتة القماشة اللي احنا كنا عاملين فيها المرة الأولانية. ديت حاجات من الشوربة هي بدأت نشيلها، وتعبيه في المصفى بتاعتك وترفعيه تاني على النار. هياخد بقى معاك 10 دقايق ربع ساعة. وزي ما قلت لك الرق على التسوية الأولانية بتاعتك. لو سويتيه التسوية الأولانية صح، التسوية التانية ديت ما تاخدش منك 10 دقايق على النار. اللهم صل على النبي كده زي ما انتم شايفين اهو. حطيته وبخر وبقى مية مية معايا. المرة دي بقى ما بكربص ويعمل ما بيعملش زي المرة الأولانية يبقى كتلة واحدة، تلاقيه مفرفر كده وجميل. شايفين الفرفرة بتاعته وشايفين لونه، اللون جميل وزي الفل. ليه؟ عشان أنا سويته كويس في المرة الأولانية وفي المرة التانية. ما شاء الله كده اهوت. وكل سنة يا حبايبي وانتم طيبين. وقولوا لي عندكم برضو في بلدكم بتعملوا ايه النهاردة في ليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج. ربنا يا رب كده يجعلها أيام خير وأيام هنا كده على الجميع. خلاص الكسكسي بتاعي استوى بقى مية مية اهو. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ ده ما بينفعش غير من السمنة البلد. السمنة البلد ديت أساس الكسكسي اهو. ما شاء الله كده معايا اهي. هنبدأ نعمل ايه؟ قطعت حتة قطع هنحطها في الطبق اهي. ننزل بقى في الطبق، وبعد ما ننزل فيه ناخد من الكسكس السخن ده ننزل عليه بحيث ان هي تسيح لي السمنه. عندك سمنه سايحه تمشي برضو معاك وتبقى مية مية. اهم حاجه انها تكون سمنه ايه؟ سمنه بلدي، سواء سايحه سواء زبد اهي. هنبدا كده نجرب الحل من الطبق وناخد بقى من الكسكس بتاعنا السخن. هو سخن زي ما هو كده بحيث ان هو يدوب لنا الزبده ويخليها تسيح كده في ايه؟ في قلب. حاجه سهله وحاجه جميله وتغيير. مش عايزه تعملي 2 كيلو، اعملي كيلو، هيظبط الدنيا معاك ويعمل لك برضو كميه حلوه. شايفين اهو. جبت طبق بقى كده عشان نخلص كده ونسرع في الوقت اهو. فرفري كده وحط في الطبق على السمنه، وهنكتمه بحاجه كده غطايه كده، ولا اللهم صل على النبي اي حاجه واسعه عندك، وغطيه وسيبيه حوالي 5 دقايق. هتلاقي السمنه ساحت معاك خالص وبقت مية مية. نرجع نقلبها ندعكها بايدينا. نخلي الكسكس كله ياخد منها زي ما انت شايفه كده اهو. ندعكي بقى كويس كده بايدك بحاجه، بمعلقه او بحاجه، بس اضغطي جامد بايديك، اضغطي عليها بحيث لو فيها حته سمنه لسه ما فكتش تفك معاك. اللهم صل على النبي كده حاجه جميله ومية مية. قلت نغير النهارده عن الرز المعمر عن المحشي، نعمل شويه كسكسي كده يبقوا جمال ومية مية. اتوفر عندنا حاجه نرفعها في كيس في الفريزر. فرقتيها كل حاجه، كل واحد ليه نصيب في حاجه ياخدها عادي. احنا عندنا هنا كده في الارياف لما نعمل نودي الحبايب، وهم لما يعملوا يجيبوا لي الاكلات اللي هي النادره ديت في الايه؟ في العمايل. بسم الله ما شاء الله كده. حطيت الفراخ بتاعتي اتحمرت على ما الكسكسي بتاعي خلاص شرب سمنته، بقت بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه معايا دي. هنبدا بقى نغرف الاكل بتاعنا. وعودي نفسك الاكل سخن كده وجميل اهو، تغرفي بقى على طول. ونغرف شويه شوربه. اللهم صل على النبي كده وحاجه جميله كده وزي الفل. شايفين الجمال وشايفين اللون بتاعنا؟ الله اكبر كده ما شاء الله. نبدا بقى نحط اللحمه بتاعتنا عليه ونقدم بقى الاكل بتاعنا بطريقه شيك كده وجميله. العين بتاكل قبل البوق، لازم تخلي الحاجه كده شكلها جميل وانت بتقدميه. انت عندك ضيوف ماشي، ما عندكش ضيوف اعملي لك ولولادك. خلي الحاجه كده شكلها جميل ويفتح النفس، وتقدمها كده بطريقه شيك. خلاص يبقى كده اللهم صل على النبي اهو حاجه كده مية مية اهي. هنبدا برضه اهو زي ما انتم شايفين معايا نظبط الدنيا ونجيب الشوربه بتاعتي نغرفها. وزي ما قلت لكم احنا عندنا بناكله بالشرب. يا رب تجربوا الوصفه ديت كده وتقولوا رايكم فيها بالطريقه الجميله ديت، والنتيجه بتاعتها هتبقى عامله ازاي معاكم. هنغرف بقى شوربه ما شاء الله كده اهو. وزي ما انتم شايفين بقى ما شاء الله كده بسم الله الرحمن الرحيم حاجه كده مية مية اهو. وبنبلعه بقى بالايه؟ بالشرب. احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا كده. عايزين تعملوا بقى حلو بسكر وحاجات اعملوه. اللهم صل على النبي. حبايبي ده كان الفيديو بتاعنا النهارده بمناسبه الاسراء والمعراج. كل سنه وانتم طيبين وتنعاد عليكم الايام بالف خير يا رب. وربنا يحسن كده ما بين ايديكم جميعا، وتجربوا الوصفه كده وتقولوا رايكم فيها. ونشوفوا الشكو كده على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.